حكمة اليوم تقول: كن ذو ذهانة في نقاشاتك مع الأوادم. خلك ذهين وخلك نبيه عشان لا تطيح بالفخ. خلوني أقول لكم أنا شنو أقصد. في ناس كثيرة منا ما يتذكرون الردود الذكية أو الردود الرائعة إلا بعد انتهاء النقاش نفسه، بوقتها ما يقولونها. لاحظوا أن في ناس كثيرة مننا إحنا ما نتذكر الردود السنعة إلا بعد انتهاء الحدث، بعدين نتحسن نقول أخ لو اني راد عليه بوقتها كذي أفضل. فهمتوا اللي أنا أقصده شنو؟ أن تكون عندك ردود حاضرة أثناء النقاش، عشان مو بعد النقاش تتحسف تقول أخ لو اني رديت. الحسافة نبي ننهيها. الردود الحاضرة أو سرعة البديهة، كل شخص فينا عنده سرعة بديهة، بس في ناس شقالة عندهم سرعة البديهة وفي ناس خاملة. اللي سرعة البديهة تكون خاملة عنده أو نايمة، شلون يصحيها؟ يصحيها أن أثناء النقاش مع شخص يحط عينه في عينه، ما يوخر عنه. ثاني شيء التركيز والنباهة، انك تكون مركز بالنقاش ومنتبه عدل، مو يملطشونك بالنقاش يمين يسار بعدين تقول اخ يا ليتني عرفت ارد، يا ليتني قلت كذا. وثالث شيء وهو اهم شيء، التهيؤ لصدمه، تهيئ نفسك لصدمه، لان بعض الاوقات ممكن يصدمك بشيء فتنح تقفل كذي، لا هيئ نفسك. موضوع الصدمه مهم، لا تقولوا ما قلت لكم، ترى اذا ما عرفتوا تردون بالنقاش وقتها تبي ترد بالبيت تتحسر وبالليل ما تنام، يعني 3 أمراض. وقبل هذا كله لازم تعرف مع منو تتناقش. يعني ممكن شخص العفو يعني سخيف ويناقشني بيعطيني صدمة لا يستريح ولا ترد عليه أصلا. لذلك لا تستهلك نفسك بنقاش مع شخص أنت عارف نهاية النقاش مسبقا معاه شنو. في ناس ترى يناقشون للإعناد، وفي ناس صغار بيكبرون عليك. أنا عارف ترى أن ناس كثيرة منا جينا ننسدح بالفراش نقول يا ليتني قلت كذي، ليش أنا ما قلت كذي، ليش ما اخترت الكلمة الفلانية. لكن لا تتحسف على انك ما قلت كلمه معينه في نقاش معين، بالعكس اعتبر هالشيء درس. يعني لا تقعد تتحسر ويضيق خلقك وتصير سلبي حيل، وبعد ما تشوف ان هالشيء درس ابدا عاد رتب اوراقك، رتب شغلك، واعرف كيف تتناقش مع الاوادم عشان تختار كلمات تقولها في وقت النقاش. باختصار، بعد اي نقاش اذا ما عرفت تقول كلام معين لا تتحسف. على قولة الشاعر: الحياه دروس والدنيا تجارب والبشر طلاب داخل مدرستها.